أنت قلت بأنه هذا المجلس السياسي اللي يراد إليه على أنه يضم قادة المكون السني تأسفون فيما بعد على أنه صار اكو بي سلطنة لبعض الأطراف. طبعا يعني اكو بي أشخاص يحاولون. ما أعرف بس هذا كلامك عام، أنت قاصد تقدم لو قاصد آخرين؟ لا شوف أنا بالنسبة لي شوف خل أحكي لك إياها. وأريد هم تعليقك على ما ذكرته بالمقدمة، قلت مجلس عائلي، هذا كلام دقيق لو تحالف عزم كان يتمثل برؤساء الكتل الفائزة تحديدا، رئيس حزب تقدم ورئيس السيادة ورئيس حزب الجماهير ورئيس الحسم. يعني اليوم ما أعرف يعني علاقة سرمد شنو يتواجدوا يعني أنا مش شايف هسه احنا عندنا بالعراق ابن الشيخ غير ابن الشيخ. لا ماكو. أنا أتفق معك. اليوم احنا بقانون العشائري وقانون الاجتماعي الأب لما يقعد الابن يظل 20 متر يبعد عن أبوه. زين. مو؟ ما معقول الابن والاب يقعدون في نفس المنزل، أعتقد يعني هذا ضرب. ولا صوت التصويت. هسه أجيك هذا ضرب للعرف العشائري. اليوم احنا بالعرف العشائري الأب لما يقعد الابن يقف 20 متر يدحج على أبوه يستحي. زين. أما أنا الأب والابن قاعدين بكرسي واحد يعني اعتقد هذا حتى انتقاص من شخص السيد خميس الخنجر اجتماعيا. لا باعتبار رسميا تنازع عن التحالف السيادي. لا طيب خميس الخنجر المفروض ما يحضر، المفروض خميس الخنجر ما يحضر. احنا قلت لك بالعرف العشائري هذا اعتراض سجلتوه كعزم؟ طبعا اعتراض. علاقه السيد هيبه الحلبوس شنو علاقته بالموضوع؟ رئيس مجلس ما كان اكو اتفاق. مجلس النواب ما كان اكبر منصب سني. ما كان اكو اتفاق. اجل انهم باكر يقبلون اجيب محمود المشهداني وصالح المطلق مثل ما حيدر العبادي موجود في الاطار بالاطار التنسيقي، ما يقبلون. ما يقبلون. فانا بالنسبه لي اليوم اتعامل مع كتل فائزه. تمام. الكتل الفائزه هي عباره عن 5 كتل. هذا الاعتراض مثبت داخل هذا كله ثبت، هذا الاعتراض الثبت. المشكله وين؟ انه نعتقد ونجزم انه هناك مؤامره لاجتثاث تحالف عزم، لتهميش تحالف عزم، تطبيق ارادات فرديه. ما اخفيك مع الاسئله حتى الاحزاب الاخرى يعني يجوز يزعلون علي باستثناء التقدم بدات تسلك مسلك تقدم، بدات تثير يعني بدات تمشي ويا تقدم. زين. فاعتقد هاي المعادله غير صحيحه، وبالتالي مس الوطن السياسي مو حزب ملزم. تمام. هو عنوان سياسي اجتماعي لكن ما يعتبر ملزم. الالزام اللي به هي الوثائق اللي وقعناها.